إيه المشاكل اللي إحنا ممكن نعملها لولادنا من غير ما ناخد بالنا إن إحنا بنسبب لهم مشكلة أو بنأذيهم نفسيًا؟ أول حاجة خالص بلاش ننتقد الطفل، بلاش ننتقده بالذات قدام حد، قدام صحابه في المدرسة، قدام زمايله في النادي، قدام خالته، قدام عمته، عند تيتة. عندك مشكلة مع الطفل أو شايفة إن هو بيعمل سلوك مش لطيف، يبقى في الحالة ديًا خديه على جنب وفهميه ايه المشكله، انما بلاش قدام كل الناس تنتقديه وتعرضيه للاحراج، ده بيعمل له مشكله كبيره. الحاجه التانية كمان اللي احنا ممكن نعملها مع اولادنا ومش واخدين بالنا انها ممكن تاذيهم نفسيا، ان احنا ممكن نقارنهم باصحابهم او بقرايبهم. شفت صاحبك دون اشطر منك ازاي، شفت بيتكلم احسن منك ازاي، شفت حتى مؤدب اكتر منك ازاي، شاطر في الرياضة أكتر منك إزاي. المقارنة مع الطفل مع حد تاني بتأذيه جدا نفسيا، فياريت ما نعملش كده مع الأطفال. الحاجة التالتة اللي ممكن تضايق الطفل مننا جدا إننا نهينه قدام الناس. الأم تتعصب أو الأب يتعصب فيبتدي يشتم الطفل ويبتدي يقول له ألفاظ نبية شوية أو صعب شوية يهينه بيها. الموضوع ده بيبقى مؤذي جدا جدا بالنسبة للأطفال وبيقلل من ثقته في نفسه جدا، وممكن مع الوقت يدخله في اضطرابات قلق. الحاجة الرابعة المهمة جدا، ما تسخرش من ابنك أي ما كان بيقولك إيه. لو أنت حاسس إن الأفكار اللي هو بيقولها غريبة أو مشاعره أنت مش فاهم هو بيقولك إيه، ما تسخرش منه. حاول تفهمه وحاول تستوعبه وتتعامل مع المشاعر دي بشكل فيه احتواء للطفل علشان تقدر تساعده، لأن صحة ولادنا النفسية نعمة ولازم نحافظ عليها.